الشمالك تعبير شائع ارتبط في الأذهان بلعبة الشطرنج التي يلعبها شخصان من قبيل التسلية، وعلى أحدهما الفوز بالدور بعد أن يحاصر الملك من كل اتجاه وإجباره على الاستسلام. لكن تلك اللعبة المسلية وفقا للمفهوم السياسي والحربي مرتبطة بصراع قوي بين طرفين متحاربين ومتخاصمين على أحدهما وضع استراتيجية محكمة للفوز بالمعركة. ومع هذا يظل في الكواليس طرف خفي ثالث يؤيد ويدعم أحد الطرفين بالمال والعتاد والمعلومات لإنهاء المعركة لصالحه. تلك هي رواية الفنان التشكيلي حسن داوود، كما يتصورها نصا بصريا مجازيا يطلعنا عليه في تجربته الفنية. بحضور الفنان طارق الكومي نقيب التشكيليين ولفيف من النقاد والفنانين والفنانات التشكيليين والمهتمين بالفن التشكيلي ومتذوقي الفن. تم افتتاح معرض الفنان التشكيلي حسن داوود تحت عنوان صراع فوق المربعات، وذلك بإحدى قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة. لوحات المعرض متعددة الخامات والمقاسات والألوان، زيت على التيوال والأعمال النحتية بخامة الحديد. صراع فوق المربعات هي لعبة سلمية ودية لطرفين من الأذكياء، حينما يتدخل ثالث بخبث تتحول من لعبة بين صديقين إلى نزال بين خصمين. التقط أنفاسك بعمق وفكر بسلام حتى لا تزهق الأرواح وتسقي الأرض الدماء، فتعم الكراهية ويستمر الوطيس مشتعلا بلا نهاية. راقب بحذر ذاك الطرف الثالث وهو يحرك القطع المتجاورة على المربعات، ينفث سمه في الفراغات البينية فيطمس أبصارهم يتخبطون بحمق وتتساقط جثامينهم فوق التراب. يقول الكاتب محمد عبد الهادي: يطلق الفنان حسن داوود على معرضه صراع فوق المربعات وللمربع دلالة المطلق في رمزية الأشكال، فيما يمكننا أن نلاحظ استغلال قطع الشطرنج كشخصيات رئيسية للتكوين الدرامي. في لوحة يظهر ماري جيرجس بقلصنته الشهيرة وحربته تطعن في النهر فيل الشطرنج، بينما يلوح غارقا في الماء ملك وجندي يتهدده الحوت. وعلى قارب فرعوني يظهر الملك المنتصر بقوة جنديه الفد وجيد فرسه السامق وبومة الانتصار هناك، بينما يزف الموكب طير أبابيل أقرب للنوارس، ربما فيما تظل العين هناك داخل الهالة.
صراع في المربعات الحقيقه اخذ مني وقت طويل جدا في دراسته، لانه الموضوع موضوع عالمي وله تاريخ كبير جدا، حتى من خلق الدنيا من ايام ادم. الحقيقه انا قعدت سنه ونص تقريبا اقعد اعمل سيرش وابحث عن الموضوع واخش في تفاصيله. فالحقيقه خدت وقتي لغايه ما اتشبعت بيه وابتديت ارسم. ولما رسمت الحقيقه كمان احتجت ان اقرا فيه زياده وزياده وزياده، حسيت ان انا ما قريتش حاجه. فالحقيقه هو موضوع متشعب، موضوع كبير جدا وله تاريخ كبير جدا في الصراع بين البشر على مر العصور. وانا خدت الموضوع على رؤيه الشطرنج، فلذلك هو اسمه صراع في المربعات، يعني الصراع من خلال قطع الشطرنج. الشطرنج عباره عن لعبه سلميه بين صديقين، لما بيخش طرف ثالث فيهم بخبث بتتحول من لعبه سلميه لساحه معركه ونزال بين عدوين. ومن هنا انا ابتديت يعني اخش في التجربه. وبعدين عايز اقول انه دايما رسالتي هنا ان الصراع بين البشر الحقيقه نتيجته بتبقى عباره عن دمار، عباره عن اباده، عباره عن دماء. وبالتالي رسالتي هي رساله سلام. انا بستعرض الصراع صحيح، بس بستعرض الصراع في صوره تحذير وانذار للناس انه كل ما زاد الصراع بين الناس او كل ما استمر الصراع بين الناس الحقيقه هتكون خساره كبيره للناس، وان الحياه وحب الحياه هو اللي هيعيش ويستمر بين البشر. في لوحات معرض صراع فوق المربعات يفاجئ الطرف الثالث المشهد بخطط محبوكة مسبقا، يضحك بسفه منتشيا وهو يلهو بخيوط الماريونيت المتدلية بين أصابعه، يقتلع ويدمر، يدفع أعوانه بلا شفقة لإسقاط الممالك والسطو على كل الثروات. وتمر الأزمنة وتندثر الحضارات، وتظل العين الوحيدة تراقب الساحات من قمة الهرم المبتور. تشيخ العناصر تترهل وترحل وهي لا تشيخ. يستحيل المكان إلى صفرة الصحراء، وتصبح الطيور أقرب للطائرات المقاتلة. الجانبان المتصارعان في ألوان قطع الشطرنج الشهيرة بالأبيض والأسود. الجانب الأبيض الذي يملك فرسا عظيما يبدو من وضعيته متحفزا، تلجمه ما تشبه البافرعونية، لكنها بجسد سمكي وجناحين بدائيين، وتنتهي حربتها بنجمة تقول الميثولوجي عنها صدادة الشر، وتحمل طبية هذا الفريق وهي تقف منتصبة ورودا يائعات، بينما على الجانب الآخر تظهر الملكة متلحفة برداء الموت الداكن، وعلى ذراعها بومة الروح الشريرة.
الإمساك بالسيوف مثيرة داخل اللوحات أو على بوستر المعرض، والذي يقترب فارسه وجواده من الأخيلية إن طريقة رسم اليد بالسيف هكذا تظهر كما اعتدنا في التصوير الشعبي المصري وسيرة البطولية الدرامية التي يخلقها الفنان حسن داوود في لوحاته. زي ما قلت ان رسالتنا رساله سلام، كان لازم استعرض كل انواع الصراع، وانا الحقيقه عملت يعني 60 عمل. ال 60 عمل دول هم ما بين تصوير زيتي او بينتنج وسكتشات وجرافيك ونحت، فيعني استخدمت خامات كتيره لتوضيح فكره المشروع بتاعي، وانا بعتبره مشروع مش مجرد معرض، لان هو مشروع وانا هستمر فيه. فانا كل لوحه كانت بالنسبه لي عباره عن مشهد. ما حاولتش ان احط بصمه واحده للعمل، لانه كان هيبقى ممل مع العدد الكبير ومع انه موضوع واحد. لما بتناول موضوع واحد لازم يكون لعدم الملل في المشاهده، لازم يكون كل لوحه بتعبر عن مشهد وبتعبر عن موقف معين، وده يدي للمشاهد عمق اكتر واشباع اكتر في المشاهده بتاعته. فحتى انا استخدمت الباليتا بتاعتي، يعني غيرت كتير في الباليتا بتاعتي، غيرت كتير في مدارس الفن اللي انا اشتغلت بيها، غيرت كتير في اسلوبي، غيرت كتير في المقاسات بتاعت العمل، وسواء بالعرض او بالطول. الحقيقه برضو استخدامي للقطع النحت، اشتغلت بالنحت بالحديد كماده قويه جدا بتعبر عن قوه المشروع نفسه. والحقيقه طبعا زي ما قلنا المقاسات كانت مختلفه، وبالتالي التنوع كان مطلوب جدا في معرض بيتكلم عن تيمه واحده. مش من السهل انك تقدر تعمل التنوع الكبير دوت، فكان صعوبه بالنسبه لي، لكن ربنا وفقني ان انا اقدر اعمل الكم من التنوع اللي موجود في المعرض، وده كان نال استحسان كتير من الناس في الافتتاح. والحقيقه طبعا يعني كان شيء بالنسبه لي شيء سعيد جدا، وانا ان شاء الله باذن الله ناوي استمر واكمل في نفس المشروع لغايه ما الرساله توصل للعالم كله، وتقول للناس انه الحياه وحب الحياه والسلام اجمل بكتير من الصراع والحرب والغضب والبغض. يقول الفنان التشكيلي الكبير رضا عبد السلام: شمل معرض صراع فوق المربعات للفنان حسن داوود عدد كبير من الرسوم واللوحات التصويرية والمفاهيمية النحتية، تدور فكرته الأساسية حول مفهوم المستعمر الغاصب الذي يمنح لنفسه الحق في استخدام القوة الغاشمة والبربرية في احتلال الشعوب المغلوب على أمرها. الفنان حسن داوود استعان بلعبة الشطرنج لتكون نموذجا فكريا لصياغة تصوراته الفنية بطريقة مجازية مكثفة ودالة تعكس ثقافته وموقفه وتعاطفه الإنساني مع تلك الإشكالية بمفهوم درامي تخيلي، ومقارنة بين المجسم والمجرد والإنشاء الهندسي المعماري
لسرد قصته البصرية التاريخية برومانسية وتعقل. تلك الرقعة الصغيرة من المربعات التي تتحرك فوقها الصراعات والحروب الدولية ما هي إلا الصورة المصغرة من غرف العمليات العسكرية لقادة الأركان ورجال المخابرات لوضع استراتيجيات محكمة وتحقيق النصر. وبينما تحتدم المعارك هنا وهناك ويأخذ الصراع مداه، يبقى هناك طرف ثالث خفي يلعب دورا حيويا في مجرى الأحداث لإلحاق الفوضى والهزيمة بالقسم المنشود. ومن هذا المنطلق يمكن تفهم مغزى قطع الشطرنج وتمثلاتها وتحركاتها البطيئة كتمثيل مجازي بصري يخاطب ذهنية المتلقي لها ببساطة وإدراك مغزى طرحها الفني. في معرض صراع فوق المربعات تشكيلات نحتية سيلوباتية المفرغة بتقنية الليزر، حيث تمثل معالجة رمزية مختزلة وصريحة العبارة بمكونات عناصرها المؤلفة من طائر الغراب والبومة والشمعدان ونجمة داوود والصليب المعقوف، والتي تشير إلى الأصابع الخفية والذي يتسبب في كثير من ويلات الحروب والصراعات في مناطق عديدة بالعالم. معرض الفنان حسن داوود هو واحد من المعارض المميزة التي تشهدها الساحة التشكيلية المصرية مؤخرا. الفنان يمتاز بالتقنية العالية جدا، هو مسيطر على أدواته تمام السيطرة، فيستطيع أن يطوعها كيفما يشاء. في هذا المعرض سنلحظ أن العنصر الهندسي حاضر بقوة، ولكنه هو يقيم علاقة جميلة جدا ما بين الهندسية الصارمة وما بين العضوية، ولم يترك هذه الهندسية أو هذه العقلانية الشديدة بحيث تكون اللوحة بها جمود، ولكن عالج هذا الجمود ببعض العضوية وبعض اللمسات السحرية التي كسرت هذا الجانب الهندسي الحاد، وأصبح هناك توأمة ما بين العضوي والهندسي في أعمال الفنان حسن داوود. أيضا الفنان حسن داوود واضح عنده المضامين عالية جدا، هو يهتم بالمضمون يمكن على حساب الشكل، ولكن هو استطاع أيضا أن يقيم توافقا حميما ما بين شكل العمل وما بين مضمون العمل، بحيث لا أهمية للمضمون على الشكل ولا أهمية على الشكل والمضمون، بل هناك نوع من التوافق الحميمي أنتج في النهاية
منتجا جميلا، معرض صراع على المربعات. وطبعا بيتناول قضية الخير والشر، الخير والشر على المستوى الإنساني العالمي، لا يقصد مثلا منطقة معينة أو مكان معين أو زمان معين. حتى هناك أعمال تنتمي إلى أزمنة قديمة منذ بداية الخليقة، وأن هناك صراع ما بين الخير والشر، ولكن حتما الخير سينتصر. ستجد طبعا بعض الأعمال بها حالة من التشاؤم أو الضوضية، ولكن أرى أن إن شاء الله في المرحلة القادمة سينتج لنا أعمالا فيها جانب من البهجة وبجانب من التفاؤل وبجانب من التصالح مع الذات والتصالح مع العالم من حولنا عموما. في لوحات المعرض تنطفي الخيل الفرسان وتشهر السيوف بعد أن جردتها من أغمادها تجاه الخصوم بحماس، تصهل الخيول بحنق وتتواجه بغضب، تقبع الخصوم خلف الطوابي انتظارا للحسم، وترمي السهام من أعلى القلعة فتنهمر كتل النار المتأججة من المنجنيق تحرق خضار الأرض وزرقة السماء. تجربة فنية مثيرة تعكس اهتمام خاص بصدى الأحداث الدرامية وتوقعاتها عبر مسارات التاريخ، صاغها بصدق ووعي الفنان المبدع الراصد لما هو حاصل بالفعل، توثيقا وتذكيرا بضرورة تحرير العقل وإدراك ما خفي من أسرار وجمال لغة التعبير المجازي الموجع. ومعرض صراع فوق المربعات للفنان التشكيلي حسن داوود.